سلام اخواتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم اليوم فيديو جديد. طولت عليكم الغيبة بزاف، سمحوا لي حبيباتي، كانت ظروف خاصة جدا جدا. هنا جبتكم بعض الاجواء تاع يناير اللي يحتفلوا به معظم الشعب الجزائري. هنا كنت درت طبق تقليدي اللي هو طعام بالدجاج. درت مرقة حمراء، ماشي كيما العادة نديرو مرقة بيضاء. حبيت نبدل شوية. هنا كنت وجدت طاولة السهرة خفيفة وظريفة كما راكم تشوفوا. يعني كل واحد ومقدوره وش يشري، كل واحد والظروف الخاصة به. هنا حبيباتي كنت وجدت شوية حلويات، وجدتهم في ذاك الطبق تاع الخاص بالقبائل. هنا عندي الجوز، شوية جوز بري، شوية كرموس يابس، تمر، شوية بلوط وكاوكاو بالقشور. هنا عندي شوية من دارين، يعني اللي كانت عندكم زينوا بها. درت شوية خفاف ومتقبة تاع كانت عندي مقبل، كنت جبتها ودرتها معاكم. هنا حبيباتي طاولة تاعكم زينوها بأي حاجة، المهم تكونوا فرحتوا أولادكم وفرحتوا العائلة تاعكم بأبسط الأشياء. هذا مكان عندكم. درت في السهرة كامل، درت لاتاي، يعني حاجة خفيفة. كما قلت لكم المهم نفرحوا، وهذاك هو الهدف تاعنا من هذه المناسبات. نقول لكم حبيباتي يا سقاسة مقاس، يعني كل عام وانتم بخير. وهنا عندنا العادة اللي يديروها كامل العائلات الجزائرية، اصغر واحد في الدار نديروه في جفنة. انا كنت هنا ما عنديش جفنة كبيرة، ما جاش فيها وليدي شوية كبير. درتو فيه هكا زربية وفرغت عليه هذاك الحلويات. هذه العادة يعني ما نستغناوش عليها. هنا البنات كانوا لبسوا الروبات تاع القبايل تاعهم، يعني هكا نفرحوهم شويه شويه. هنا حبيباتي نمروا الوصفه تاع جو ولا الياهورت كما حبيتي تسميها، لانها تنفع لزوج وصفات. هنا اذا ولادك صباح ما يحبوش يشربوا الحليب، عندك هذه الفكره طبقيها لهم ويحبوها باذن الله. جيبي 7 حبات تاع تمر، وحبه بنان، وحبه تفاح، وكاس حليب، وروحي نحضروا مع بعض. هنا في وعاء قطعيهم مربعات صغيره ولا مكعبات. ضيفي لهم الحليب وخلطيهم بالبراميكسور ولا بالخلاط الكهربائي حتى تحصلي على قوام يكون ثقيل شويه، والقوام يكون حسب الرغبه تاعك وحسب رغبه اولادك. اذا حبيتيه ثقيل خليه كيما راه بالكاس تاع الحليب، واذا حبيتيه شويه خفيف زيدي له الكميه تاع الحليب تاعك. هنا تحصلي على هذا القوام. انا القوام هذا يحبوه العائله تاعي، درتو هكا. انتي كيما قلت لك اذا حبيتيه شويه خفيف ضيفي له الحليب ورحي مليح. هنا هذوك الحبيبات تاع الفاكهه، اذا ما يحبوهمش ولادك صفيه بالمصفات وتحصلي على خليط يكون صافي. انا نحبو هكا باش تكون الفايده تاعو مفيده اكثر. هنا تتحصلي على هذا القوام كما قلت لك، يصلح الياهورت ويصلح العصير طبيعي. هنا اذا ما حبوش الحليب صباح مدي لهم هذا كتعويض. ونقول لك حبيبتي بصحتكم، والى الملتقى الى فيديو اخر ان شاء الله.